أرجو ربط الأحزمة لصديقنا المهندس المدني هاني البيه اللي لف العالم، زار أكتر من 40 بلد. صباح الفل يا عم هاني. قرر ينقل لنا تفاصيل رحلاته دي كلها في أجزاء من الكتاب ده، وده الجزء الأول منه. الكتاب ده بيندرج تحت نوع من أنواع الأدب اسمه أدب الرحلات. واللي ما يعرفش أدب الرحلات، هو أدب بيحكي لنا فيه الكاتب عن كل التفاصيل والأحداث اللي عاشها في رحلاته وانتقالاته بقى من بلد لبلد، من مدينة لمدينة، من قرية لقرية، من شارع لشارع. طبعا أشهر الكتاب دول الرحالة ابن بطوطة، الرحالة العربي، والرحالة الإيطالي ماركو بولو. في نوع تاني من الأدب اللي بيعتمد على الخيال، زي السندباد، الولد أو الراجل اللي لف العالم، لف الدنيا كلها. السبع المدهش لف الدنيا شوية بالقطر وشوية بالمركب. في نوع تاني كمان بيسموه الملحمي، زي السيرة الهلالية، كاتب بيخترع شخصية معينة وتحكي لنا بقى تفاصيل وأحداث كتيرة قوي. المهم إنه عمنا هاني في الكتاب ده بيحكي، أو في الجزء ده بيحكي عن 5 سفريات. ما عنديش مشكلة خالص في سفرية المغرب، وهي أول سفرية أو أول رحلة بيوصفها. المغرب بلد سياحي وبلد جميلة والناس كلها بتتكلم عنها كتير يعني. برضه ما عنديش مشكلة في كينيا وتنزانيا، دي الرحلة التانية اللي هو بيحكي لنا عنها. هي مشكلتي كانت غريبة قوي أول ما قريت الكتاب. هو يعني ايه واحد يقرر يسافر فيتنام وكمبوديا؟ ودي بالمناسبة هي الرحلة الثالثة في الكتاب ده. يعني كل معلوماتي عن فيتنام الافلام الامريكاني اللي بنقعد نتفرج عليها ونعرف الجيش الامريكي عمل ايه في الفيتناميين ونسمع بقى قصص وبتاع ومش عارف ايه يعني الحاجات اللي امريكا بتحب تبيعها لنا في السيما دي. كمبوديا كل معلوماتنا عنها هي الحرب اللي بينها وبين فيتنام، والخميرة الحمر والفصائل الكمبودية والكمبوديين ازاي قعدوا يطحنوا في بعض في حروب، تقريبا حروب اهليه او حاجه كده، ولعوا في بلد، يعني حاجه كده ايه، مرار طافح يعني. فكره بقى انه حد يروح يزور كمبوديا عشان يتفرج على الكمبوديين بيعملوا ايه، لما تقرا الكتاب هتكتشف ان الموضوع فعلا مشوق جدا. يستاهل فعلا انه حد يسافر لغايه حتت ودول غريبه ما يعرفش عنها حاجه بس عشان يشوف الناس دي عامله ازاي. الحقيقه انه لما قريت بقى الكتاب اكتشفت حاجه. الناس اللي بتحب السفر والرحلات زي صديقنا هاني البيه، هو مش رايح الساحل، يعني هو مش رايح يتفسح، مش رايح يقعد على كرسي وشمسيه على البحر او مش رايح يتفرج على الاثار. لا، الناس دي بيبقى عندها فضول انه يعرف الناس اللي غيرنا عايشين ازاي، بياكلوا ايه، بيشربوا ايه، احلامهم ايه، طموحاتهم ايه، ثقافتهم ايه، بيفرحوا ازاي، بيزعلوا ازاي، بيلبسوا ايه. فهو ما عندوش مشكله انه يروح اخر الدنيا، هو طول الوقت بيفكر في ناس مختلفه عننا، يعرف الناس دي عايشه ازاي. الحقيقه انه محدش من الناس اللي السفر مش مسيطر على دماغها قوي مش هيقدر يفهم ده غير لما يقرا الكتاب. الطريقه اللي هاني بيحكي بيها رحلاته والتفاصيل رحلاته، وهو كمان مقسمها تقسيمات دمها خفيف قوي. طريقته كمان الحقيقه في حكي التفاصيل لطيفه جدا، مشوقه جدا، دمها خفيف قوي. بيبتدي يحكي، ياخدك في الرحله من اول السفاره والتاشيره والفيزا لحد لما ترجع مصر تاني. تفاصيل حلوه، اي واحد بيحب يسافر ظروفه مش مساعداه، اي ظروف بقى، الكتاب ده الحقيقه هيسفرك للاماكن دي وهتحس فعلا انك قاعد فيها هناك. كلامه عن المغرب وعن العماره المغربيه والفسيفساء والحاجات دي، الاكل المغربي في فيتنام مثلا، هتشوف المؤلف وهو ماشي جوه الخنادق وجوه اللي سماها المصائد والكماين اللي كانوا بيعملوها الجنود ساعتها ايام حربهم مع الامريكان او حربهم مع الكمبوديين. تشوف خندق وهو عنده الجرأة عادي انه ينزل جوه الخندق، وهو شخص يعني لا هو رياضي ولا هو شخص عسكري. لكن دي برضو من المميزات اللي بتميز، يبدو انه الجماعة الرحالة دول او اللي بيحبوا السفر زي صديقنا هاني البيه عنده الحتة دي. هو ما عندوش مشكلة ابدا انه يطلع جبل اخر الدنيا، ما عندوش مشكلة انه بكرة تلاقيه تحت في خندق، بعده راكب على فيل، بعده بيأكل زرافة ببقه، بعده نسناس بيتشقلب على كتاب، بعده ماسك تمساح زي ما هو موجود في البتاع وبيروض تماسيح وبتاع، بعده قاعد جنب اسد. يعني هو ما عندوش هو عنده الجرأة او المتعة ما اعرفش العلاقات اللي هاني ويبدو ان دي برضو من الحاجات المميزة عند المؤلف بتاعنا، انه هو طول الوقت بيبني علاقات مع شخصيات واصدقاء. هتلاقيه بيتكلم عن صديق كيني وصديق تنزاني واصدقاء من المغرب وصديق كمبودي، يعني صديق كمبودي. مش عايز اقول لك بقى هو بيتكلم ان ازاي مع الناس دي وبيقدر يتواصل معاهم ازاي. انواع الاكل والفاكهه والحيوانات،
الزرافة والفيل وهو بيقابل الحيوانات دي في كينيا وتنزانيا. الغابات والخضرة وجمال الطبيعة هناك وصفه الحقيقة لل5 رحلات دول مبهر وجميل جدا. مشكلتي الوحيدة انه الصور اللي في الكتاب ابيض واسود. لازم تبقى الصور دي بالالوان لانها هتفرق جدا عشان بنتكلم عن الاكل وعن الغابات والطبيعة وعن العمارة المغربية والفسيفساء والموزاييك والكلام ده من غير صور. عشان كده انا اتمنى انه عمنا هاني ان شاء الله في الاجزاء اللي جايه تكون بالالوان. ما هو لازم يكون في اجزاء جايه. لو فرضنا انه الكتاب الواحد الجزء الواحد فيه 5 دول وهو لف اكتر من 40 دوله، يبقى انا كده ممكن يبقى عندي 7 اجزاء غير الجزء ده. ماشي يا عم هاني؟